السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف هي أحوالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو اليوم سيكون حول آخر تطورات ما يقع في الصحراء المغربية، حيث تم اليوم الأحد وفق ما أعلن عنه منتدى القوات المسلحة الملكية تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني في منطقة المحبس، رداً على استفزازات ميليشيا البوليساريو. ووضح المنتدى أن الجيش المغربي رصد في إطار متابعته لتطورات الوضع في الصحراء المغربية العديد من الاستفزازات من الجبهة الانفصالية التي عمدت إلى إطلاق النار دون أن يخلف ذلك أضرارا بشرية أو مادية بين القوات المسلحة الملكية. وقد ردت عناصر القوات المسلحة الملكية بحسب المصدر ذاته على هذه الاستفزازات، إذ دمرت آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني في منطقة المحبس المغربية. وكان الجيش المغربي قد تدخل ميدانيا لتحرير معبر القرقرات وإعادة تأمين الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا إلى سابق عهدها بعد أسابيع من قطع الطريق من قبل ميليشيات تابعة للجبهة الانفصالية. وقد عادت حركة النقل بين المغرب وموريتانيا منذ يوم السبت الماضي إلى طبيعتها بعد التدخل المغربي، إذ بدأت الشاحنات تمر في الاتجاهين بانسيابية تامة كما كان الوضع قبل انتشار مرتزقة تابعين للبوليساريو فيها منذ ما يناهز الشهر. ونذكر بأن عددا من الدول العربية أعربت عن موقفها الداعم لقرار المغرب التدخل السلمي والقانوني لتأمين معبر القرقرات من استفزازات ميليشيات البوليساريو ولضمان المرور الطبيعي للبضائع والأشخاص بين موريتانيا والمغرب. كما أعلنت هذه الدول العربية ومن بينها السعودية والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين والكويت عن التضامن المطلق مع الرباط في موقفها الشرعي، بحيث أدانت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى التي افتتحت مؤخرا قنصليتها العامة بالعيون، أدانت الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 من أكتوبر الماضي، والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن المنطقة واستقرارها حسب بيان الخارجية الإماراتية. كما شددت كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الرباط لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للقرقرات في الصحراء المغربية، مستنكرة أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا. وجددت الخارجية الكويتية في بيان موقف بلادها الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور بالمنطقة. بدوره الأردن شدد على موقفه الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة، ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية. في المقابل تريد البوليساريو دفع دول أوروبية إلى التدخل في الأزمة عبر الحديث عن عرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.